السلام عليكم، ازيكم يا اصحابي؟ عاملين ايه؟ النهارده هناخد فيه كتاب كونكت برايم 1 سنه اولى ابتدائي الترم الثاني، وما زلنا مكملين في يونت 14. تعالوا نشوف النهارده هناخد lesson 2 learn sounds with busy bee. طبعا الدرس دوت بيتكلم عن حاجه مهمه جدا، انواع الحروف. انواع الحروف عندي نوعين، consonant وvowels. consonant وفاولز. يعني ايه يا ميس consonant ويعني ايه فاولز؟ consonant يعني ساكنه ما بتغيرش صوتها، اللي هما مثلا تعالوا نشوف letter B كده، في اي كلمه هتلاقي الساوند بتاعه ب ب ب. تعالوا نشوف letter مثلا ال اف. خلاص، يبقى الحروف دي كل الحروف الساكنه دي كل الحروف ما عدا الاي والاي والاي والاو واليو. طيب يبقى دي اسمها ساكنه عشان هي ما بتغيرش صوتها وصوتها بيفضل زي ما هو. تعالوا نشوف الفاولز. الفاولز دولت الحروف المتحركه، دي حروف شقيه كل شويه بتغير صوتها. ادينا مثال يا مس. تعالوا نشوف كلمه زي كلمه كار، انا نطقت الاي كأ أ. طب تعالوا نشوفها في كلمه زي كلمه بول، عملت صوت او فتحولت لأو، غيرت صوتها تماما. كلمة زي كلمة بيك، قلتها اي قلتها باسمها، فهنا جت بالصوت مرة كار بول او بيك اي. طيب يبقى الحروف الخمسة دولت أشقية عشان كل شوية يغيروا صوتهم، بيستعبطوا علينا كل شوية يغيروا صوتهم. الاي اي 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 او يو الأغنية بتاعت الفاولز A-E-I-O-U Happy birthday to you. أغنية تانية مرة A ضربت E قالت I، خافت O قالت U. طيب دي أول حاجة عندي. تعالوا نشوف هنا A ant mat apple. E elephant egg net. الاي بتبقى عامله زي الفتحه. يعني ايه عامله زي الفتحه يا مس؟ بتفتح بقي. الاي مكسوره شويه صغيرين وبتتخطف في الكلمه زي النت، ما قالش نيت، لا نت. طيب الاي هي بقى المكسوره شويه وبتكسر بقي شويه، انست ان. طيب اليو مفخمه، under not umbrella. الاو بتعمل بق دايره، لما اقول كلمه اكتوبوس فعملت بق ايه؟ دايره. اوليف عملت ايه؟ دايره. فوكس يبقى فوق اكنها ضمه من الاخر. الاي بتبقى عامله زي الكسره شويه، الاي بتبقى عامله زي الفتحه، الاو بتبقى عامله زي الضمه اون. طيب تعالوا نشوف هنا بيقول لي ايه. هو جايب لي هنا بيقول لي الحروف الكونسونانت والحروف الفاولز مع الآ والآن. طبعا احنا شرحنا قبل كده وقلنا ان الآ والآن بتيجي قبل الاسم المفرد الذي يمكن عده. يعني ايه يا مس اسم مفرد يمكن عده؟ يعني مثلا انا لما اديك مجموعة اقلام هتعرف تعدها؟ يبقى دوت ينفع يستخدم معاه او آن، وطبعا مفرد. طيب لو اديتك طبق رز هتعرف تعده؟ لا مش هعرف، يبقى ده uncountable لا يمكن عده، يبقى ما يجيش قبليه او آن. لو اديتك لبن وقلت لك عده هتعرف تعد كده؟ مش هتعرف. لو اديتك ميه هتعرف تعدها؟ لا برضو صعبه. فاذا الحاجات دي ما ينفعش يجي بعديها او آن. طب لو كلمة جمع زي كلمة كارز يجي قبلها او ان؟ لا يا ميس برضو ما يجيش قبلها او ان. طيب الان بتيجي قبل الكلمة اللي بتبدأ بالفاول اللي هي بتبدأ بحرف الاي والاي والاي والاو واليو. زي مثلا لما اقول كلمة زي كلمة اند، انا هبص على اول حرف في الكلمة هلاقيه ايه؟ الاي ده من الفاولز؟ من الفاولز، يبقى احط قبلها ان. ليه يا ميس حطيت ان؟ تعالوا نجرب كده نقول انت. كلمة تقيلة شوية على مسمعي او على يعني تقيلة شوية في نطقها وعلى ودني كمان على سمعها، فهقول and هفصل بين الفاولز. an orange فصلت بين الفاولز بلتر n. طيب الاي بقى بتيجي قبل الكلمة اللي بتبدأ بحرف ساكن، حرف كونسونانت، زي كلمة pen اولها لتر بي. يبقى انا ببص على الحرف الاولاني بس، محدش يقول لي يا ميس اصل بن فيها اي فحط ان، لا انا ببص على الحرف الاولاني بس، انا ببص على لتر بي فدوت كونسونانت فحط قبلها ايه.
كلمة chair letter C ده consonant فاحط قبليها A. كلمة book consonant احط قبليها A. هو ده اللي هو عايز يشرحه لي هنا. فبيقول لي a camel a snake a net. طبعا الA بتيجي قبل الكلمة اللي بتبدأ بكونسونانت مش بفاول. طيب والآن بتيجي قبل الكلمة اللي بتبدأ بفاول زي الكلمات اللي هنا دي. طيب تعالوا نشوف بقى الأسئلة اللي عندي هنا. طبعا write the missing sound. مات حاولوا انتوا تقرأوها الولاد. ما عملت الصوت ايه؟ نت خطفتها تبقى ايه؟ اي. او اي اي. طيب هنا بريلا اهي. طيب انت اهو. اس طبعا. طيب هنا هقول ان ابل ولا ابل؟ ان. هقول ولا ان والكلمه دي اولها لتر او. ده من الفاولز يبقى ان طبعا. طب هنا الاس ديت من الايه كونسونانت ولا فاولز؟ كونسونانت يبقى اختار ولا ان؟ هختار A. طيب ذا كونسونانت ولا فاول؟ كونسونانت يبقى اختار A. هنا نوت هوصلها بنوت. مات سجادة. اج بالبيضة. طيب تعالوا هنا نشوف. طبعا هنا هرتب الكلمات unscramble يعني رتب الحروف عفوا. look and tick حط علامة صح. in ولا on؟ لو هي جوه كده تبقى on. لو هي عليها كده تبقى in. عفوا in هي جوه كده. on عليها من فوق يبقى in يبقى in الحاجة جوه يعني القلم جوه ايدي فهو in my hand. طب على ايديا من فوق on my hand يبقى هي هنا ايه؟ in. هنا umbrella octopus ant. طيب هنا look and write a or an. فانا هنا التمرينه ديت حلوه قوي ان انا هختار a ولا an او هكتب a وان. هبص على اللتر الاولاني. البي ده من الكونسونانت ولا من الفاولز؟ من الكونسونانت يا مس. يبقى هختار a ولا an؟ هختار a يا مس. الان ده من الكونسونانت ولا من الفاولز؟ من الكونسونانت يا مس. يبقى اختار a ولا an؟ a. الاو ده من يبقى انا هبص على الحرف الاولاني بس مش دعوه بقيه الحروف. الاو ده كونسونانت ولا فاول؟ ده فاول يا مس. يبقى اختار ا ولا ان؟ هختار ان. طيب هنا ايه ده كونسونانت ولا فاول؟ ده فاول يبقى اختار ا ولا ان؟ ان. طب ج ده كونسونانت هختار ا. او ده فاول هختار ان. كده الفيديو بتاعنا النهارده يكون خلص. اتمنى الفيديو يكون عجبكم. ما تنسونيش في لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا الجرس لو بتشوفوني لاول مره. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.